العثور قبل قليل من زوال يومه الأحد 19 من يناير على شاب في عقده الثالث جثة هامدة بأرض خلاء بالجماعة القروية الشلالات التابعة لعمالة المحمدية بجهة الدار البيضاء سطات. وكشفت مصادر محلية إن جثة الشاب عثر عليها من قبل بعض المارة، وقد نهشت أجزاء منها الكلاب الضالة خاصة الوجه، حيث ملامحه اختفت في مشهد مأساوي حز في نفوس كل من عاينه. الحادث استنفر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان حيث عاينت الواقعة وفتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث، في حين قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.